السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني إخوة الإسلام، معكم مستشار أحمد عبد الماهر المحامي بالنقد والباحث الإسلامي في بث جديد عن تنظيم حماس. إخوتي أهل تنظيم حماس، أكرمكم الله. أريد أن أقول لكم بصفتي ضابط سابق، بصفتي دخلت كل الحروب اللي حربتها بلادي، أقول لكم أنكم ألحقتم الذل والهوان بشعب فلسطين. ما فعلتموه يوم 7 أكتوبر 2023 ألحق الذل والهوان والانكسار لشعب فلسطين الذي تدعون أنكم تحمونه وأنكم تجاهدون باسمه. فالانتصار يا إخوة له قواعد وأسس لا يكون أبدا من ضمنها أن ألحق الدمار بوطني، لا يكون أبدا من ضمنها أن أجعل الأطفال يتيتمون والنساء تترمل والرجال والنساء يصيبهم العاهات والعمى والكساح وغير ذلك من الجروح. لا يكون أبدا المسألة أن شعب فلسطين صامد لذلك عاد إلى أرضه أو عاد إلى شمال قطاع غزة. هذا ليس انتصار، هذا ذل. لما أبنائنا الأطفال الصغار 3 أو 4 أو 5 سنين لن يتعلموا، لن يحصلوا على علم، لأنه ليس هناك مدارس وليس هناك تنظيم يخص الأعمال الدراسية. يبقى أنتوا سبب في نكبة شعب فلسطين الذي تدعون أنكم تحمونه وأنكم تجاهدون باسمه. لا يصح أبدا أن تجد الغوريلا نائمة فتضربها على قفاها وتظن أنك انتصرت. أنت أحط إنسان على وجه هذه الأرض، وأنت سيفتك بك، لأن الغوريلا ستقوم وستقتلك وتقطعك. وها أنتم تدفعون بأسير أو أسيرين لتحصلوا على 1500 أسير فلسطيني. هذا الكلام يدل على رخص. انتوا رخصتونا، جعلتونا جعلتوا سعر الفلسطيني في التراب. احنا عايزين، معلش، النصر المعنوي ده مش عايزينه، احنا عايزين النصر المادي، النصر الحقيقي، نصر الرقي، نصر نرفع به رؤوسنا وليس نصر نطأطئ به رؤوسنا. يا إخوة، يجب أن تفهموا أن الجهاد المسلح له أسس وقواعد. ليس من ضمن أسسه وقواعده أن تلحق العار والذل والهوان ببني وطنك. يا إخوة، كيف تبنون لأنفسكم أنفاقا ولا تبنوا ملجأ واحدا لأهل غزة يحتمون فيه من قصفات المدفعية والطيران اليهودي؟ يا إخوة، أنتم أغبى من رأيت في حياتي الطويلة بصفتي رجل حربي ومقاتل. أغبى رجال حاربوا هم رجال حماس. لا شك أنكم لن تقنعوا بهذا الكلام، وأنصاركم الأغبياء لن يقنعوا بهذا الكلام، لأن الغباء هو رائدكم وهو إمامكم. لذلك أقول: اعتزلونا يرحمكم الله، اعتزلوا الجهاد يرحمكم الله، فأنتم لا تفهمون في أسس الجهاد. مش كان إسماعيل هنية رحمة الله عليه، أسأل الله له الله الرحمة، مش كان أولاده بيتعلموا في لندن؟ لماذا لم يجاهدوا في الأنفاق معكم؟ لماذا؟ أنا عايز عفوا ننظر للأمور نظرة أكثر عمقا وأكثر موضوعية
ولا بد أن نعلم أن النتائج هي الأساس. النتائج هي الأساس. ربنا يبارك فيكم ويكرمكم جميعا، واعتزلوا لو سمحتوا، اعتزلوا الجهاد تماما، فأنتم لا تصلحوا للجهاد. فأنتم كمثل الفقهاء الذين قالوا أن ضعفاء المسلمين وفقرائهم يدخلون الجنة قبل أغنيائها ب1000 عام. أنتم مثلهم تماما بتمام. هذا غباء وذاك غباء. شكرا جزيلا.